السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فاتي كوكينج. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حضرت لكم جينواز بالشوكولا وجوز الهند، وصفة نديرها في كل عيد كبير، بزاف خفيفة وبنينة. وقبل ما نروحوا لتفاصيل الوصفة ما تبخلونيش بجام، واذا كنتوا اول مرة تشوفوني شاركوا في القناة. بسم الله، نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. في غيسيبيون ندير 6 بياض بيض مع رشة ملح، ونخلط بالخلاط الكهربائي، ونضيف كاس سكر تدريجيا، ونكمل نخلط. كي يطلع لي مليح نبدا نضيف في صفار البيض مع الخلط المتواصل. اذا كما قلت نضيف 6 صفار بيض تدريجيا بهذه الطريقه، وندير ملعقه صغيره لافاني، ونكمل نخلطهم شويه. ومن بعد نحي الباتر ونكمل غير بسباتول، ونضيف الفارينه اللي هي 2 كيسان، ونمزج الفارينه مع الخليط بهذه الطريقه. وهنا عندي مبشور حبه برتقال صغيره اختياري، ونكمل نخلط حتى نكمل كامل الفارينه. وهنا الخلط لازم يكون بالعقل من اسفل الى الاعلى باش لا جينواز تاعنا ما تهبطلناش وتجي مهويه. من بعد نفرغ الخليط في المول اللي كنت دهنته من قبل بالزبده والفارينه، نسقمه مليح ونسويه ونخبطه شويه، ونديرو يطيب في فرن مسخن من قبل على 160 درجه لمده 30 الى 40 دقيقه. اما الكلاصاج تاعنا في كاسرونه ندير كاس ونص حليب، ونص كاس كاكاو، وملعقه كبيره تاع سكر، وملعقه صغيره لافاني، ونزيد ملعقه صغيره مارغرين. ونخلط كلش بارد في بارد، ونزيد كميه تاع شوكولا سوداء، ونحطه فوق النار. كي يغلي غليه الاولى نطفي عليه. بعد ما طابت لا جينواز تاعنا خليتها تبرد مليح، تقدروا تخلوها حتى ليله كامله باش تقدروا تقطعوها بسهوله. نقطع الاطراف ومن بعد نبدا نقطعها على شكل مربعات، والاطراف نقدر نخبيهم في فريجيدار وندير بهم بنيون مثلا، ونقطع بهذه الطريقه باش يجونا كامل على شكل واحد. كي نكمل نجيب الكلاصاج تاعي وهو سخون، نجي نقلاصي الحبات، نغطس مليح الحبه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نرمدها في نواة كوكو. كي نكمل كامل الحبات نخليهم ينشفوا مليح، ومن بعد نقدموهم في صحن التقديم. وهاي لك النتيجة اللي تحصلنا عليها، يجي بزاف خفيف وبنين، ننصحكم تجربوه. وفي الاخير ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، وما تبخلونيش بجام والاشتراك في القناة باش تشجعوني للمزيد من الوصفات. وتقدروا ثاني تتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. سلام.